تفضل خذ راحتك. ديروا جيم، ابوني، بارتاجي. تصرف بونو الرائع الذي يظهر تضحيته الكبيرة، هل يكون حاضرا أمام كندا؟ تفاجأت الجماهير المغربية مع الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلدها ضد بلجيكا بعدم وجود ياسين بونو في عرينه كما هو متوقع، وحضور الحارس البديل منير المحمدي بدلا منه، على الرغم من أن صاحب جائزة زامورا هو من أنشد النشيد الوطني رفقة بقية اللاعبين. فما الذي حدث مع ياسين بونو وجعله يخرج من المباراة قبل ضربة البداية؟ وما هو التصرف الرائع الذي قام به قبل وبعد الاستبعاد؟ وهل سيكون حاضرا في مباراة كندا؟ في البداية ياسين بونو ومنذ مباراة كرواتيا وهو يعاني من إصابة مؤلمة سببت له مشاكل على مدار 3 أيام. حاول بكل قوته استعادة توازنه ولياقته والتواجد ضد بلجيكا، ولكن في كل حصة تدريبية كان يشعر بالألم والدوار جراء تلك الإصابة، وكانت آخر مرة شعر بالانزعاج خلال عملية الإحماء على ملعب الثمامة، ولكنه حاول للحظة الأخيرة الحضور في المباراة، وبالفعل نزل إلى أرضية الميدان رفقة بقية اللاعبين. وقبل لحظات من ضربة البداية راجع نفسه ووجد أن المنتخب المغربي أغلى وأهم من أي مصلحة شخصية، فذهب بنفسه إلى المدرب وليد الركراكي مطالبا باستبعاده من المواجهة قبل بدايتها وعدم خسارة تبديل لأنه لا يزال يشعر بالدوار. وعلى الفور شكره الركراكي وذهب لاحتضان منير المحمدي، وهذه ميزة أن تعوض أسدا ب7. فحامي عرين نادي الوحدة السعودي لم يشعر المغاربة بخسارة حارس مرمى كبير، بل ذاد عن مرماه ببسالة وخرج بشباك نظيفة ليعطي الركراكي مباراته السادسة مع المنتخب المغربي دون استقبال أي أهداف. ما هو موقف ياسين بونو من المشاركة ضد كندا؟ تصرف بونو الرائع لم يتوقف عند إيثار مصلحة المغرب فقط، بل هو لاعب احترافي لأبعد الحدود. لم ينتظر لمشاهدة المباراة على مقاعد البدلاء، وعلى الفور طلب الذهاب إلى المستشفى لبدء عملية الاستشفاء من مشكلته، في محاولة للتعجيل بالعلاج وتجهيز نفسه للمباراة القادمة ضد المنتخب الكندي، بغض النظر عما سيحدث ضد بلجيكا. وهو موقف جيد يحسب للنجم المغربي الذي قد لا يجد صعوبة في استعادة مكانه مرة أخرى في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، والتي بمشيئة الله سوف تمنح أسود الأطلس بطاقتهم إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم. ايوا ياسين في الماتش كرواتيا بعدا كان دروب صار الماتش مبليسي، وجربنا 3 ايام باش نرجعوا في مستوى باش يقدر يبدا. دار لي شوفمون و في لي 10 ديرنيير مينوت قبل لي شوفمون حاس بشي حاجه. والصراحه ملي كنهضر على رجال، عندي رجال في الفرقه، ياسين راجل جا ما حسش راسو يقدر يبدا. سولني واش ولا بدلتو دابا واش غنضيعوا شونجمون، مشينا سولنا ملي قالنا ما نضيعوش شونجمون، قالوا احسن تخرجني دابا كنلعب 10 دقائق ومن بعد خصك تخرجني. دونك برافو عليه وبرافو على منير، خصنا نهضروا على منير. لا تنسوا دعم قناتي على اليوتيوب بسبسكرايب. هاي انا وليت كنقول فاعلوا خاصية الجرس، كنت غير كنسمعها. المهم تعاونوا معايا حتى انا نشري مرسيدس. تهلاو.